الاسكندريه وحصل اللي حصل طبعا، والواقعه المأساويه اللي حصلت لها. ولكن اختها طلعت نفت الكلام دوت بعد ما استاذه سمر نديم نزلت طبعا بوست طويل عريض، وقالت ان اللي حصل لها كده هي ضحى، بدات الناس كلها تترحم عليها، وبدات ناس تانية تربط الموضوع ببعضه وتقول لا ده ترند عشان خاطر يعني عايزه ترجع الدار تاني وتفتح الدار تاني، فالله اعلى واعلم مين صح ومين غلط. ولكن المكالمه فيها حاجات غريبه جدا، بتقول ان بابا يعني راح تم استدعائه وراح عشان خاطر يشوف، وما شافش جثه خالص من الجثمان الموجوده خالص لاختي، وان اختي مش موجوده. طيب اليوم السابع منزل صوره البطاقه بتاعتها بصورتها بكل حاجه، ان هي ديت اللي لقوا يعني البطاقه بتاعتها ومتعلقات الشخصيه مع الجاني. فهل بقى ده ايه يعني انا مش عارف اقول ايه، ولكن كل اللي اقدر اقوله حسب الله ونعم الوكيل. مفيش حد بيفلت من عقاب ربنا. لو انتوا هتفلتوا من عقاب ربنا في الدنيا مش هتعرفوا تفلتوا منه في الاخره. انا الكلام ده بوجهه لابوها ولاهلها عموما، لاخواتها وابوها. ابوها اللي اصلا ما دورش عليها في الدنيا هيدور عليها في يعني وهي ميته. سلام. ربنا يرحمنا برحمته، وخلي بالكم من ابنائكم، وخلي بالكم على نفسيكم. انتوا السند والظهر لعيالكم، ما ترموهمش عشان خاطر ما لكمش غيرهم. اللي مش متابعني يا ريت يتابعني، يزيدني شرف مني يعني متابعتك ليا. واللي مش متابعني برضو على الابليكيشن ده، اللي بينزل هناك غير اللي بينزل هنا، وطبعا هناك بينزل حاجات كتير جدا، هيكون شرف ليا برضو ان انتوا تتابعوني. هتلاقوا اللينك موجود في البايو. ومع السلامه.